بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام متابعينا أينما كنتم، نحييكم ونرحب بأسماء حضراتكم مباشرة وعبر قناة الشارقة الرياضية. نرحب بكم في هذا الموعد الودي المميز جدا بين منتخبين كبيرين، المنتخب الوطني الجزائري في مواجهة نظيره المكسيكي هنا في مدينة أولمبي، في حين الجولة الرابعة ستكون أمام منتخب بالماضي، خاصة في المحور التأكيد أو يعني إدراج التبيير وقوي جدا بالنسبة للجالية الجزائرية في التشكيل الأفضل والأبرز للمنتخب الجزائري هي الهولندية. وأول محاولات المباراة ممكن من جانب المنتخب المكسيكي استرجاع الكرة من جانب أول دقائق المباراة، طبيعي جدا من أجل جس نبض كل فريق بالنسبة للاعبين على أرضية. عاد الخضر إلى الواجهة وحقق ما المدرب جمال بالماضي. نتابع هذه اللقطة من بداية موسم جديد بالنسبة للاعبي المنتخب. جميلة جدا هذه الكرة على الجهة اليسرى، توزيع من جانب رامي، رأسية خاطئة، لم يصل في التوقيت اللازم بغداد بونجاح في الكرة الأمريكية العام المقبل عندما يواجه في مقبل المنتخب المكسيكي. لن يلعب أي مباراة ياسين براهيمي وغيرهم من اللاعبين الأساسيين الوصول إلى مستوى معين حسب رؤية المدرب. بالنسبة للمدرب طبعا جمال بالماضي أشاد كثيرا بصفقة انتقال المدافع الجزائري طبعا جمال الدين بالعمري المنتقل حديثا لنادي أولمبيك ليون. طبعا جمال مواجهة منتخبات من أمريكا الجنوبية والوسط، كرة طويلة جدا للأمام، تعود الجزائري جمال بالماضي، متابعة لكل سنة يلعب الكرة ناحية جيسوس كورونا، تدخل دفاعي، حكم يعود إلى الخطأ ويحتسب خطأ للاعب المنتخب المكسيكي جيسوس كاياردو على الصورة منذ بداية المباراة. حكم لا يقول ما فيه أي خط. رودولفو كوتا بعد تضييعه لأول فيلي، تعود الكرة لصالح بونجاح، وأول محاولات الرقم القياسي الذي يحوزه المنتخب الإسباني والمنتخب البرازيلي. تعود الكرة لصالح بونجاح، وأول محاولات ربما لبغداد بونجاح من أجل الوصول بطريقة مباشرة لحصيد 24 مباراة من دون هزيمة على التمكين والصعود بها بطريقة منظمة نحو ساماندي. العودة إلى رئيس وهب مبولحي، يواجه أحد زملاء هنا في هذه المباراة الأوروبي. عيسى ماندي يلعب الكرة طويلة هولندي بهدف وحيد، طبعا كان قد سجله راؤول خيمينيز من خلال ضربة جزاء. احتكاكات ولا أقول لعب الكثير من المواسم في النادي قبل الانتقال لنادي فياريال ومن ثم إلى نادي لوس أنجلوس جالاكسي. تابعنا جيدا اللقطة الماضية من جانب لويس رومو والتوزيع ناحية نيستور أروخو، كرة إلى 6 أمتار لصالح المنتخب. لاعب نادي اتلتيكو مدريد إكتور إيريرا في الوسط، خيمينيز محاول تسديد نجم نادي ويلفرهامبتون، تسديدة خارج الإطار. أول محاولة من جانب المنتخب المكسيكي من خلال نجم المنتخب وهدافه، طبعا الأمر يتعلق براؤول الإسبانية. كرة طويلة إلى الرمية التمام بالنسبة للجزائريين الذين ينشطون في دوريات المنتخب الذي يضم أكثر، أقول يضم 12 الكرة في هذه المحاولة. لويس رومو يدخل منطقة العمليات وتدخل من جانب مهدي طهرات، هناك خطأ وهناك تدخل قوي في اللقطة الماضية من جانب إكتور إيريرا على الصورة رقم 16 بالنسبة للمنتخب المكسيكي. متوسط ميدان نادي اتلتيكو مدريد إستور أروخو في اللقطة الماضية يلعب الكرة طويلة على الجهة اليسرى على اسماعيل بن ناصر، توزيع من جانب اسماعيل بن ناصر، رأسية من جانب سفيان فيغولي خارج إطار مرمى خاب ياسين براهيمي. جميلة جدا من جانب ياسين، محاولة الدخول من جانب ياسين بكل رغبة وبكل ما أوتي من سبل وقوة من أجل تسجيل هدف أول في هذه المباراة. خطأ ثاني من جانب لاعبي المنتخب المكسيكي، وهذه المرة جوناثان دوس سانتوس المنتخب الأرجنتيني. نعود إلى اللقطة مرة ثانية، سفيان فيغولي رائعة جدا اللقطة الماضية، ومحاولة لاستغلال في تنفيذ
رياض طويله من جانب رياض محرز، وتدليس صالح المنتخب المكسيكي جميله جدا هذه الكره، ومهاجم نادي بورتو البرتغالي دخول مميز من جانب جيسوس بالنسبه لرامي بن سبعين المشاركه. لاعبي المنتخب المكسيكي تدخل قوي جدا من جانب رامي. رئيس وهاب بولحي مرة ثانية لرئيس وهاب، لويس رومور يساري المهاري جميلة جدا، محاولة اللعب الكرة على الجهة اليمنى. بغداد بونجاح يرفع اليد ويطلب الكرة على الجهة اليمنى جانب ياسين ابراهيمي ناحية سفيان فيغولي اليمنى، طويلة من جانب محمد رضا حليمية، وتبعت كل لاعب خاصة المهارة التي يتميز بها. طويلة جدا من جانب اسماعيل بن ناصر، ياسين ابراهيمي، اسماعيل يعطي لقاء على الجهة اليمنى، محاولة تدخل من جانب مهدي طهرات. هي المباراة ستكون لها نكهة أخرى. بحث على راؤول خيمينيز لصالح منتخب المكسيك، وهدف أول في المباراة. إذن هدف أول في المباراة لصالح المنتخب المكسيكي في لقطة مميزة شاهدناها بعد تبادل للكرات بطريقة رائعة جدا. هدف أول لمنتخب المكسيك رودولفو بيثارو بطريقة مميزة وبطريقة فنية. سفيان فيغولي رائعة جدا هذه الكرة ناحية اسماعيل بن ناصر، تسديدة رائعة جدا، جول كي مارافيوسو، جول. يا سلام يا سلام يا سلام، ما أجمل هدف اسماعيل بن ناصر، تسديدة قوية جدا وطريقة منظمة. شاهدنا جيدا الخروج بالكرة بطريقة منظمة ولعب كرات قصيرة. نتابع اللقطة الماضية، رياض محرز لسفيان فيغولي، تسديدة قوية جدا من جانب اسماعيل بن ناصر، رائعة جدا. هدف يدرس وطريقة مميزة جدا في تبادل الكرات لمورينو. في اللقطة الماضية نشاهد المراوغة أكثر وطهرات أصحاب القامة طويلة، تدخل محرز وتدخل دفاعي للتماس. كرة طويلة لصالح لاعبي منتخب المكسيك، يمنى يلعب لمحمد رضا حليمية، بعض النقاط أكثر من اللاعب ب 11 لاعب بالنسبة لجمال بالماضي. لا نشاهد جيدا هذه اللقطة الماضية والاحتكاك القوي جدا بين لاعبي المنتخب الجزائري والمكسيكي. رامي بن سبعين ما لعب جمال بالماضي ب10 لاعبين، انضباط كبير جدا في الوسط لاعبي منتخب المكسيك. هناك خطأ في اللقطة الماضية على عدلان جديورة في اللقطة الماضية، تدخل قوي على جيسوس، على راؤول خيمينيز مهاجم نادي ويلفرهامبتون على الصوت. يعود الكرة، تبادل كروي جميل جدا بين لاعبي منتخب المكسيك. ياسين ابراهيمي، تمريرة ناحية بونجاح من جانب هيريرا، تعود لرياض محرز في لاعبي المنتخب المكسيك. هيكتور هيريرا، طويلة الكرة، النجم الرياضي السحلي التونسي، ومن ثم تجربة خليجية. ياسين إبراهيمي لبغداد بونجاح، رائعة المنتخبات العربية، المنتخب التونسي والجانب رامي بن سبعيني رياض محرز في اللقطة الماضية، جول ثاني للمنتخب الجزائري عن طريق رياض محرز. بمثل ما كنت أقول منذ بداية المباراة، تنظيم رائع جدا للمنتخب الجزائري، تنظيم مميز جدا في هذه المباراة، لا تعكس تماما الدقائق الماضية، كما سبق وأن قلت تماما قبل اللقطة بأن الرغم لعب المنتخب حاليا أو أيضا من الجانب الانضباطي بالنسبة للبطاقة الحمراء. كورونا على الجهة اليسرى، محاولة التوزيع مجددا لاعبي المنتخب الجزائري في منطقتهم، وكرة خيسوس كورونا على الجهة اليسرى، دخول من جانب جيسوس كورونا. 40 مشاركة مع المنتخب المكسيك ناحية راؤول. رياض محرز محاولة البحث عن بغداد بونجاح، الجزائري يبلغ 26 سنة و7 أشهر، أنه يلعب ب 11 لاعبا ومنهزم أمام المنتخب الجزائري حاليا. اليمنى المراوغة كالعادة من جانب رياض محرز، رائعة قوية بروح كبيرة، يلعب بغداد بونجاح رفقة المنتخب.